السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في وود كورة. النهارده معانا مباراة الزمالك ودي كده الصومالي في مباراة العودة اللي برضه بتلعب هنا في مصر على ملعب السلام. النادي الزمالك كان فاز في مباراة الذهاب اللي اتلعبت على استاد القاهرة 6-0 المباراة الأولى، المباراة الثانية نادي الزمالك قدر يفوز 1-0 من ركلة جزاء أحرزها سيف الجزيري. نتكلم على تشكيل الزمالك وإيه الوضع اللي فيه الزمالك وإيه اللي مزعل جمهور الزمالك ده، ولكن بعد الفاصل. الزمالك بدأ بتشكيل مكون من محمد صبحي، عمر جابر، الونش، محمد اسماعيل وفتوح. خط الوسط سيف جعفر وعبد الحميد معالي، محمد سيد. وفي الهجوم سيف الجزيري، وعلى يمينه شيكو بنزا، وعلى شماله احمد شوقي. ده التشكيل اللي بدأ بيه نادي الزمالك النهارده. التشكيل برضه فيه تغيير كبير يعني انا مع فريرا ان يعمل التشكيل ده، يغير 11 لعيب 11 لعيب تاني قصاد فرقه قليله، وكنت كسبان الماتش الاول 6-0، فلا الماتش مريح خالص، جرب اللي انت عايز تجربه. بس نيجي نتكلم هنا اهو على اللعيب. بص، انا مش عايز احمل المدرب مسؤوليه الاداء الباهت اللي مش موجود. انا هتكلم على لازم الناس تعرف ان الزمالك جاي من بعيد. يعني احنا بنتكلم الزمالك لسه بادئ، الزمالك كان جاي من بعيد جدا يا جماعه. والزمالك زي ما قلنا هناخد وقت لغايه الدور الاول في الدوري كده عشان يبقى في ملامح لنادي الزمالك. نادي الزمالك السنين اللي فاتت دي كلها محتاج له 3 4 سنين تاني عشان يفوق ويرجع، تمام؟ في ظل عدم وجود الموارد الماليه. لا، انا عايز اقول الزمالك ده باقل التكاليف قدر يجيب شويه لعيبه، طلع من شويه لعيبه دي بلعيب باتنين شويه يفرقوا معاه، ومحتاج الوقت عشان يرجع. محتاج وقت عشان يرجع. الزمالك عايز له بتاع 15 مباراه ولا 20 مباراه عشان نادي الزمالك رجع. يعني بنتكلم عن موسم كامل. موسم كامل ليه؟ لان اللعيبه بعيده جدا، اللعيبه كانت بعيده جدا نفسيا ومعنويا وماديا. الكوره يا جماعه دلوقتي انا ما فيش الماده ونفسيا واقع، هديك ازاي في الملعب؟ يعني دي مشكله. نقول مشكله مجلس اداره، هنقول مشكله مجلس اداره، وانا عايز اقول مجلس الاداره الحالي ما بيحلش. بس عايز اقول ان مجلس الاداره السابق برئاسه المستشار مرتضى منصور ده بصراحه موت الكوره في نادي الزمالك. وده اللي الزمالك يقعد يعاني منه الفترات اللي جايه، اللي مع الناس اللي بيقول مرتضى منصور عمل وسوى وهو اللي جاب للزمالك بطولات. وهو يا جماعه لا، الكوره مش كده برضه. احنا مش في خناق، احنا مش عايزين نفسد الرياضه، عايزين يبقى التعامل يعني فعلا يعني بنتكلم كده في فير بلاي. احنا بنلعب كوره وكوره حلوه، ولازم يكون فيها فير بلاي، لازم يكون فيها اخلاق. اللي حصل في الزمالك في الفتره اللي فاتت دي التهميش الكبير جدا، الاداره بالعنف والاداره بالعصايه. الكلام ده ما ينفعش. اولا ما تطفش منك لعيبه، ثانيا مش هتديك، انت بتبني، انت مش هتديك فريق يعيش معاك سنتين ثلاثه 5 سنين. لا، الكلام ده بصراحه اللي موجود، اللي بيعاني الفتره اللي بيعاني منها الزمالك دلوقتي هي نتيجه فترات سابقه لسوء اداره كانت موجوده. فعلا سوء الاداره ده وصل الفريق الحاله دي. فانا عايز اقول لجماهير الزمالك يعني لازم تصبروا على المدير الفني. اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت دي كل شويه كنت بالظبط كده الواحد زي مديرين فنيين بيتغيروا زي ورق النتيجه. لا ده ما عجبنيش، ماتشين ثلاثه يلا غير ده وقت التاني، ماتشين ثلاثه وقع النادي في مشاكل. ده في غرامات على نادي الزمالك نتيجه مشان المدرب ده، في غرامات هنا نتيجه اللاعب دوت. فاللي كان بيحصل ده كان يعني بصراحه مش عايز اقول اداره، لا ما فيش مانجمنت خالص في الحته ديت. ما كانوش عارفين يديروا الكوره بشكل كويس، وقعت الزمالك في مشاكل كبيره، وقعته دلوقتي في نقص الموارد الماديه. الزمالك مطالب يدفع فلوس كتير جدا، ما عندوش فلوس عشان يقدر يديها اللعيبه اللي موجوده في الملعب. فكتر خير اللعيبه اللي هي واقفه وصابره وبتحاول تأدي. القصه انا عايز يعني الكلام مش كوره النهارده. لو بنتكلم عن كوره هنقول اللعيبه قصرت، اللعيبه قصرت ما لعبتش وادت بس انا عايز اقول برضو لازم ابحث في الاسباب اللي ورا، اللي بنقول الباك اريا فيها ايه، المنطقه الخلفيه فيها ايه، فيها ان اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، ان اللعيبه الفترات اللي فاتت ديت يعني اللعيبه نفسيا واقعه مش لاقيه نفسها نتيجه جايه من فتره بعد كبير جدا عن الكوره الحلوه زي ما بنقول، نتيجه التخبطات والقرارات اللي فيها تخبط كتير جدا من الاداره. المشاكل كل شويه بيجيب مدير فني، كل مدير فني عايز يلعب بطريقه بيوظفها بشكل ما، اللعيبه ما طلعش منها حاجه. فريرا ادوا الراجل وقت. انا عايز اقول ما تحاسبوش على اول سنه، انا عايز فريرا يكمل السنه دي، واللعيبه دي ممكن يجي منها، تمام؟ حتى لو الزمالك مش هياخد البطوله، هيدخل ثالث، هيدخل ثاني، هيدخل رابع، لا ادي المدير الفني وقت.
وادي اللعيبه دي وقتها عشان يطلع منها فعلا. الوقت ده محتاج تكاتف اداره، محتاج تكاتف اللعيبه مع بعضها، محتاج تكاتف الجماهير حوالين اللعيبه، ومش عايز الجمهور يغضب على الزمالك واداء. لا، استنوا على اللعيبه دي تعبت كتير جدا، واستنوا عليها، ان شاء الله اللي جاي احسن. هي الرساله اللي كنا عايزين نوصلها النهارده. يعني ماتش ما فيهوش كوره، مش هنتكلم عن كوره، هنتكلم في تهاون شويه من اللعيبه واللعيبه ما اثبتش نفسها، في ده. بس يا جماعه برضو النادي من جوه في حاجات كتير جدا بتتعدل دلوقتي في الظبط، فلازم نقول صبرا على فريق كوره في نادي الزمالك، من جمهوره، من الاعلام الرياضي، من كل الناس. وزي ما الاداره عامله كده سايبه الموضوع خالص، مد الموضوع المدير الرياضي في النادي، خلاص خلي السنه دي تجربه، وشوف في اخر السنه ايه اللي هيحصل، مين المدرب والمدير الرياضي. ده كان كلامنا، كلام ما فيهوش كوره خالص. كلامنا عن الزمالك محتاج وقت، محتاج سنه كامله عشان تقدر تشوف شكل الفريق، وهل المدير الرياضي فعلا قدر يدير العمليه بشكل كويس وعدى الموسم ده على خير. ده اللي احنا نشوف في نهايه الموسم. كل اللي احنا طالبينه من جمهور نادي الزمالك والمسؤولين كل الدعم من نادي الزمالك الفتره دي، الزمالك تاني يرجع لمستواه عشان نشوف منافسه مع النادي الاهلي، مع بيراميدز، مع المصري، مع بتروجيت، مع الفرق اللي جايه ديت، وان شاء الله اللي جاي احسن. مبروك للزمالك التاهل. طبعا تستحق الفرق اللي قصادها تستحق التاهل، بس ان شاء الله نشوف شكل افضل الفتره الجايه دي، ونشوف بدايه حلول لمشاكل اللعيبه الماديه، عشان اللعيب يقدر يديك في الملعب، عشان اللعيب هتقطع تاني ويقدر يديك تاني كرة في الملعب. كان معاكم هشام حامد، حكم الكورة في يقول كورة. السلام عليكم.